في كتير ملفات بسوريا انفتحت وتسكرت وتنست، بس في ملف واحد كل ما حاولوا يطمسوه يرجع يطلع، كل ما حاولوا يخبوه ينكشف. ملف مو بسيط، مو خفيف ولا عابر، ملف بيمس أكثر من ربع مساحة سوريا، بيمس النفط، السلاح، التحالفات، مصير شعب كامل. ملف اسمه قسد. اليوم رح نفتحه سوا، ورح نمشي خطوة خطوة من أول كلمة انقالت عنها سنة 2015 لآخر طلقة اندفعت بين الجيش السوري وقسد بحلب 2026. هذا الملف بده بال، بده قلب قوي، ورح نحكيه للنهاية. أنا تيا، ورح نفتتح سوا اليوم ملف أسود جديد، ملف يمكن يجاوب على كتير أسئلة عم تدور ببالكن، ودعمكن هو القوة اللي بتخليني استمر بفتح ملفات حساسة ومخباية عن العيون. نرجع بالزمن ليوم 11 تشرين الأول 2015. البلد كانت مشتعلة من حدود لحدود، داعش بكل مكان، والنظام عم يخسر، والمعارضة متوزعة، وروسيا دخل حربها الخاصة بسوريا من أسبوع واحد بس. بهالوقت طلعت مجموعة باسم جديد، قوات سوريا الديمقراطية، قسد. البيان كان مرتب، مدروس، محضر بعناية. قالوا فيه إنه قسد قوة سورية وطنية موحدة بتضم العرب، الأكراد، السريان، الآشوريين، وإنها قوة لكل السوريين. بس الحقيقة تحت هالكلام المنمق كان في عمود فقري واضح: وحدات حماية الشعب YPG، القوة الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، والمرتبط تنظيمياً وفكرياً بحزب العمال الكردستاني PKK. يعني من الآخر الاسم كان جديد، بس الجسم الأساسي كان موجود قبل بكتير. هون في لعبة كبيرة. قسد، أو المعروفة بقوات سوريا الديمقراطية، ما تأسست من فراغ ولا طلعت كردة فعل عفوية على مأساة السوريين. هي ظهرت للنور بلحظة محسوبة كتير منيح، لأن الإعلان عنها إجا يوم 10 تشرين الأول 2015، يعني بعد 11 يوم من التدخل العسكري الروسي المباشر بسوريا، وبوقت كانت فيه أمريكا بدها قوة برية تحارب فيها تنظيم الدولة الإسلامي بدون ما تضطر تفوت بمواجهة مباشرة أو تخسر جندي واحد بس. وقسد ما تأخرت وقدمت حالها كإجابة جاهزة وسهلة، قوة منضبطة وما عندها أي مشكلة تشتغل تحت المظلة الأمريكية. وبنفس الوقت الدعم ما تأخر، وبعد يومين بس من إعلان التأسيس القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إنها أسقطت 50 طن سلاح لمجموعات عربية سورية خضعت للتدقيق من جانب الولايات المتحدة، بس من دون ما تسمي الجهة صراحةً. وعلى الأرض كانت وحدات حماية الشعب هي القوة الأكثر تنظيماً وتسليحاً، وهي اللي قادت المعارك الأساسية ضد تنظيم الدولة. ومع الوقت صار واضح إنه قسد مو تحالف عسكري مؤقت والسلام، لا، هذا مشروع طويل النفس عم يتوسع بالقتال وبالغطاء الدولي بنفس الوقت. ومع كل تقدم عسكري كانت قسد تشكل حالها، والفصائل العربية والسريانية يلي انضمت تحت رايتها عطتها غطاء اجتماعي وسياسي، وقدمتها للعالم على أنها تمثل مكونات شمال وشرق سوريا. بس بالنهاية القرار الحقيقي ضل بإيد القيادة المرتبطة بالإدارة الذاتية الكردية. وهالشي مو كلام بس، هذا وارد بدراسات بحثية قالت إنه هالإدارة هي المسؤولة عن توجيه باقي الفصائل، حتى لو كان الكيان كله اسمه الديمقراطية. وهيك سيطرت على مساحات كبيرة من سوريا، أخذت الرقة والحسكة وأجزاء كبيرة من دير الزور ومناطق من ريف حلب. وبنهاية 2019 كانت مسيطرة على ربع مساحة سوريا، ومعها موارد حيوية أهمها النفط والغاز، وهذا الشيء عطاها نفوذ اقتصادي كبير وخلاها طرف صعب تجاوزه بأي معادلة سياسية قادمة. هون نقطة حساسة: المناطق يلي سيطرت عليها قسد ما كانت أراضي فاضية، كانت أهم مصادر النفط والغاز بسوريا: حقل العمر، حقل كونيكو، الجفرة، التنك، ورد،
رميلان السويدية، وهذا الشيء خلى قسد تتحول لقوة عندها استقلال مالي، موارد نفطية، تجارة وقود، تهريب، ضرائب، سيطرة على المعابر. صار عندها اقتصاد خاص فيها، وصارت تفرض إدارة ذاتية بشكل فعلي. طيب كيف قدرت تنظم حالها من جوا لتوصل لهالقوة؟ شوف يا صديقي، قسد بنت حالها كأنها كيان دولة جوا الدولة، إلى مجلس عسكري، قائد عام، قيادة عامة، قراراتها ملزمة للفصائل، عندها لجان انضباط ومكاتب متخصصة بالإعلام والتدريب والعلاقات والتمويل والمعلومات العسكرية. وإذا بتوقف دقيقة قدام هالبنية رح تلاقيها قوة شغالة بعقلية الاستمرار وعم تحضر حالها لمرحلة ما بعد الحرب، سواء جوا سوريا أو بكيان مستقل. ورغم إنها كانت تقدم دولياً كحليف لأمريكا، إلا إنها لعبت على أكثر من حبل بنفس الوقت. روسيا فتحت قنوات تواصل معها لدرجة افتتاح مكتب تمثيلي لقسد بموسكو. أما علاقتها مع تركيا فكانت قصة تانية. تركيا شافت في قسد تهديد مباشر لأمنها القومي، واعتبرتها امتداد لحزب العمال الكردستاني، ونفذت ضدها عمليات عسكرية. والعلاقة مع نظام بشار كانت معقدة كمان. النظام كان يعبر عن تحفظه عن مشروع الإدارة الذاتية والفيدرالية، لكنه مع هيك حافظ على خطوط تواصل معها. فبالحسكة والقامشلي كان في حواجز مشتركة ومربعات أمنية للنظام جوا مناطق سيطرتها. وبأوقات الضغط التركي أو الدولي كان النظام يمثل نوع من الملاذ الآمن غير المعلن. لكن التعاون ظهر بشكل واضح بأواخر 2024 لما أعلنت المعارضة السورية عملية ردع العدوان، وبلش النظام ينسحب من مواقع بالشمال ويسلم بعضها لقسد قبل انسحابه. وسقوط نظام الأسد ب8 كانون الأول 2024 فتح فصل جديد بالقصة، ولأول مرة لقت قسد نفسها بوجه سلطة سورية جديدة عم تحكي عن جيش واحد وسلاح واحد ودولة مركزية، وهي عندها جيش منظم وإدارة مدنية ونفوذ فعلي على الأرض. فاندلعت المعارك بينهم، بس الطرفين دخلوا مفاوضات بسرعة لأنه عرفوا أنه الصدام رح يكون خراب للجميع. وفي آذار 2025 ظهر أول مخرج سياسي مع إعلان اتفاق بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي بيقضي بوقف إطلاق النار ودمج قوات قسد ضمن مؤسسات الدولة. وطبعاً الاتفاق اعترف بالمجتمع الكردي كمكون أساسي بسوريا، وأعلن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة. ومظلوم عبدي وصف الاتفاق حينها إنه فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة. طيب ليش في حرب هلأ بين جيش سوريا وقسد؟ شوف يا صديقي، في حيين بحلب، حي الشيخ مقصود وحي الأشرفية. هالحيين أغلب سكانهم أكراد، ومن زمان ضلوا برا سيطرة الدولة وصاروا تحت نفوذ قوات أمنية كردية مرتبطة بقسد. وبعد سقوط نظام بشار ومجيء الشرع بلش يفرض منطق السلطة الواحدة، فكان لازم يصير اصطدام بين القوتين. والاتفاق اللي توقع بآذار بين الشرع ومظلوم عبدي نص إنه يتم دمج قسد ضمن الدولة وإنهاء أي وجود عسكري خارج إطار الجيش، وكان المفروض يتطبق تدريجياً لآخر 2025، بس التنفيذ كان بطيء ومليان خلافات، والسيطرة الأمنية ضلت محل خلاف، وكل طرف كان يشوف الثاني مو ملتزم بالكامل. وبالأيام الأخيرة التوتر انفجر باشتباكات كبيرة بين الجيش وقوى كردية، وكانت أعنف مواجهات بين الطرفين. جيش سوريا أعطى مهلة لخروج المدنيين من الحيين، وبعدها بلش القصف. وزارة الدفاع قالت إنه قسد عم تقصف أحياء حلب بقذائف هاون ورشاشات ثقيلة، وهذا سبب خسائر بين المدنيين. فالرواية الرسمية صورت قسد كقوة مسلحة جوا المدنيين وعم تستخدمهم كغطاء. بس من الجهة الثانية قسد نفت هالكلام. القيادة العامة للقوات قالت إنه هالحيين محاصرين من حكومة دمشق من 6 شهور، وإنه هالحيين ما بيمثلوا أي تهديد عسكري لحلب ولا نقطة انطلاق للهجمات. وقالت كمان إنه قواتها ما إلها وجود عسكري جوا المدينة، وإنه الاتهامات مفبركة لتبرير الحصار. وبين هالروايتين المدنيين هن اللي عم يدفعوا الثمن. آلاف العائلات بدأت تطلع من الحيين بمشاهد نزوح جديدة شافها العالم كتير بسوريا.
عائلات كاملة، نساء، أطفال، مسنين، منهم اللي ماشيين على رجليهم ومنهم بسيارات شايلين اللي قدروا عليه، وفي ناس طالعة حتى مع مواشيها خوفاً من القادم. وانقفلت المدارس والجامعات والإدارات الحكومية وتعلقت رحلات مطار حلب. والخلاف الحقيقي هلأ حول معنى الاتفاق اللي توقع بآذار، ومن ضمنه إنه قسد بدها تخلي الرقة عاصمة للشمال السوري وتحتفظ بهيكلها التنظيمي ويضاف بند للدستور. ورغم سقوط نظام الأسد ودخول سوريا مرحلة جديدة بحكومة جديدة تهدف لتوحيد البلاد، إلا إنه آثار النظام السابق ما زالت مؤثرة على الواقع، خصوصاً مع تنوع النسيج السوري بين مسلمين وشيعة وأكراد، وهذا كله بيخليك تفكر كيف ممكن يتوحدوا تحت حكومة واحدة. اليوم سنة 2026، قسد عبارة عن قوة مسلحة منظمة، إدارة مدنية، موارد نفطية، تحالف مع أمريكا، علاقات مع روسيا، نزاع مع تركيا، صدام مع الدولة السورية، خلافات داخلية بين العرب والأكراد، وانقسام مجتمع كبير بالمناطق اللي بتسيطر عليها. قسد مو قصة بسيطة ولا تجربة عابرة، هي واحدة من أعقد الملفات يلي خلقها الحرب السورية. قوة تأسست بفراغ، كبرت بظل داعش، اتمددت بالدعم الدولي، ولقت حالها فجأة جزء من معادلة أكبر بكتير من قدرتها. اليوم قسد واقفة على مفترق طرق، يا بتكون جزء من سوريا الجديدة، يا بتضل جسم مستقل، يا بتدخل بصدام ما حدا بيعرف وين بيوقف. وبين كل هالأحداث المدني هو الضحية، دائما الضحية. وبالوضع الراهن منأمل الاتفاق يتحول لواقع، والمدينة ما تكون شرارة لصدام أوسع، ويكون المدنيين هن الخاسر الوحيد. وبهيك بتكون خلصت حلقتنا، وبهيك منكون وصلنا لنهاية ملفنا لليوم. كان هذا الملف الأسود، ملف يمكن فتحناه بس لساته ما انتهى. الحقيقة أكبر بكتير من اللي شفناه ولساتنا ببداية الطريق. لا تنسوا تشاركوني آراءكم، ودعمكم هو اللي بيخليني أغوص أعمق بهالملفات السوداء المخفية. استنوني بالحلقة الجاية، ويمكن تكون أخطر من اللي قبلها. أنا تيا، وهاي كانت حلقة اليوم من الملف الأسود. إذا حابين نتعمق بملف تاني اكتبوا لي تحت، ولا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، لأنه الجرس هو الشيء الوحيد اللي بيخلي الحقيقة توصلكم. بشوفكم بخير أصدقائي.